هل في مشروع ممكن يكسب 50%؟ في مشاريع الانتاج الحيواني طبعا، في ممكن اكتر من كده، ممكن اكتر من كده. النهارده هنتكلم عن مشروع من مشاريع الانتاج الحيواني الاعلى في الربحيه والاقصر في مده الدوره، وكمان الاقل في راس المال، وسرعه دوره راس المال فيه اعلى، ولكن الخطوره فيه بتكون اعلى نسبه مخاطره في المشروع اللي هنتكلم عنه النهارده، مع اعلى عائد من المشروع. المشروع ايه ده؟ مشروع تربيه العجول الرضيعه او مشروع اللباني. المشروع اللباني سواء عجول بقري او عجول جاموسي، ده مشروع من المشاريع الناجحه جدا في مشاريع الانتاج الحيواني، ولكن المخاطره فيه بتكون اعلى، مع ان هو بيحتاج لتكاليف اقل وبيحتاج لخبره اعلى عشان تقدر ان انت تحصل منه على اعلى معدل للربح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم الدكتور حماده عريضة، استشاري تغذية الحيوان، وده فيديو جديد من سلسلة ما تربيش وخلاص. هنتكلم النهارده ان شاء الله عن مشروع من مشاريع الانتاج الحيواني، المشاريع اللي مش كل الناس ينفع تعملها وكل الناس ممكن تعملها. يعني ايه؟ يعني مشروع ينفع للشباب، مشروع ينفع للمربين، مشروع ينفع للمستثمرين، ولكن ممكن ما ينفعش لاي حد من الناس دي. ازاي؟ المشروع ده محتاج تفرغ كامل، محتاج اهتمام، محتاج خبرة عالية، ولكن هو محتاج راس مال اقل، محتاج تكلفة اقل. المشروع ده مشروع اللباني، مشروع مهم جدا. عشان نتكلم فيه النهارده هنتكلم عن اول حاجه، هنعرف المشروع بتاعنا ده عباره عن ايه، هنتكلم كمان ايه هي محاور نجاح المشروع، ايه العوامل اللي بتؤدي لنجاح المشروع او فشله، هنتكلم عن المشكلات اللي بتواجه المشروع ده والامراض اللي ممكن تتعرض ليها العجول في المشروع ده واللي ممكن تاثر على معدلات الربحيه. احنا بنقول ان المشروع ده المخاطره فيه عاليه. طبعا المخاطره فيه عاليه لان نسبه النفوق في العجول الرضيعه بتكون اعلى من الحيوانات الثانيه او من الحيوانات الاكبر في السن، لان كل ما الحيوانات بتكبر كل ما بتبقى مناعتها اعلى، ولكن العجول هنا مناعتها بتكون اقل مستوى. وطبعا هنتكلم من ضمن عوامل النجاح ان العجل يكون اخذ المناعه الطبيعيه من لبن السرسوب. لما نيجي نعرف المشروع ده هنقول ان هو مشروع تربيه العجول الصغيره او العجول الرضيعه. العجول الرضيعه طبعا بتتغذى في المرحله الاولى من بعد الولاده على لبن السرسوب، ودي مرحله مهمه جدا عشان دي بتدي للعجل مناعه تستمر معاه فتره قد تصل الى 6 شهور. طبعا خلال الفتره ديت بيبدا ينمو جهاز المناعه عشان يبدا يدي مناعه طبيعيه للعجول، لكن المناعه اللي بياخدها من السرسوب دي مناعه مكتسبه. طيب لما نيجي نتكلم عن المشروع ده هنلاقي ان المشروع ده بالنسبه لرضاعه العجول الصغيره او تربيه العجول الرضيعه، تربيه العجول الرضيعه عندنا العجول بتتغذى في البدايه على اللبن بعد انتهاء فتره السرسوب. فبنلاقي عندنا اللي هيبدا في المشروع ده بيبقى قدامه خيار من 3 خيارات. ايه هي ال3 خيارات ديت؟ لما نيجي نشوف الخيارات المتاحه اللي هيشتغل في المشروع ده، اول حاجه ان هو يشتغل رضاعه طبيعيه. الرضاعه الطبيعيه هنا بيبقى فيها نقطتين، يا اما ان هو هيرضع من امهات نفس العجول، بمعنى لو انا عندي مزرعه او عندي مشروع وعندي عجول مولوده نسبه ذكور كبيره، فعايز ان انا انقلهم من مرحله ان انا اربي عجول او ان انا ابيع العجول بعد الولاده او بعد اسبوع من الولاده، ان انا استمر معاهم في الرضاعه واطلع العجول دي لباني. وده طبعا اللي بيفرق في سعر العجول وبيحقق لك معدل ربح او هامش ربح عالي قد يصل ل 50 او 60% من راس المال المستثمر في المشروع. طيب نرجع لموضوعنا. لما نيجي نقول تغذيه على الرضاعه الطبيعيه، الرضاعه الطبيعيه هنا زي ما قلنا ان هو يرضع من الام مباشره، ان هو رضاعه طبيعيه من الام مباشره، او التحميل على اناث منتجه للبن. يعني ايه؟ يا اما ان انت هترضع رضاعه طبيعيه من الام، وده طبعا ليه مجموعه من المميزات ومجموعه من المشاكل. المميزات بتاعته ان هنا بيبقى فرصه التلوث بتاع اللبن بتبقى اقل، وهنا العجول بتبقى تاخد احتياجاتها من الام مباشره، مفيش عامل بشري دخل في المشروع. ولكن هنا مشاكلها طبعا ان بيبقى عندك ايه؟ عندك ان انت ما بتقدرش تسيطر على الكميه اللي العجل هيرضعها ولا تعرف انتاج الام. ده بالنسبه للموضوع الاول، وده طبعا ليه شرح كبير مش هنتطرق ليه النهارده. ولكن العامل الثاني ان هو تحميل العجول على امهات منتجه. يعني انت بتروح تشتري من السوق او بتشتري من مزرعه او اي مصدر من مصادر بيع العجول الرضيعه، تبدا ان انت تشتري العجول وتحمل 3 أو 4 عجول على بقره منتجه او على جاموسه منتجه، وفي الغالب بيكون بقر، لان طبعا ممكن ان انت اصلا تربي او تغذي عجول جاموسي على لبن بقري او على ان انت تحملهم على بقره منتجه للبن. طيب الموضوع ده محتاج برضو ان يبقى متنظم، وهنتكلم في جزء التغذيه دلوقتي عنه ازاي تنظم موضوع الرضاعه او تحميل العجول على امهات مرضعه. طيب ده بالنسبه للرضاعه الطبيعيه. عندنا كمان الرضاعه الطبيعيه باستخدام جرادل، ان انت بترضع رضاعه بلبن طبيعي ولكن بتغذيه صناعيه، ان انت بتغذي في البزازه او بتغذي في
الجردل، الرضاعه من الجردل او من البزاز. النوع الثالث وهو الرضاعه الصناعيه كامله، ان انت بتغذي على بديل اللبن. طبعا بديل اللبن موجود في السوق بدائل اللبن كتير، وهنقول برضو ليه او امتى ان احنا بنستخدم بديلات الالبان ديتي ومواصفاتها هنتكلم عنها ان شاء الله. طيب لما نيجي نتكلم عن الرضاعه الطبيعيه بالتفصيل، هنلاقي ان الرضاعه الطبيعيه زي ما اتكلمنا بتبقى من الام مباشره، او ان انت بيتم حلب اللبن وتقديمه للعجول في الجرادل. الرضاعه الصناعيه ببدائل اللبن ليها مجموعه من المميزات، او امتى ان انت تبدا تستخدمها. نستخدم الرضاعه الصناعيه على بدائل الالبان لما يكون عندنا 3 حاجات او عوامل. اول حاجه بنستخدم الرضاعه على بديلات الالبان في حاله نفوق الامهات، يبقى بنلجا للتغذيه على بدائل الالبان. في حاله ان يكون عندي انتشار لمرض زي مرض الحمى في العالم منتشر دلوقتي، او زي في حالات التهاب الضرع، كمان في حالات السل، كمان ممكن في حالات التوائم مع انخفاض انتاج الام زي التوأمية مثلا في الاغنام، ان انت تحمل على ام مرضعه نتيجه لانخفاض لبن الام ومش هيكفي احتياجات المواليد. يعني تعالوا نتكلم عن عوامل نجاح مشروع تربيه العجول الرضيعه او مشاريع اللبان. عندنا من عوامل نجاح المشروع 3 حاجات رئيسيه. اول حاجه مصدر العجول، ثاني حاجه المكان اللي انت هتربي فيه وعمليات النظافه او مواصفات او شروط المكان اللي هتربي فيه، ثالث حاجه التغذيه والرعايه بالنسبه للعجول. لما نيجي نتكلم عن المصادر، افضل مصدر طبعا اللي هو المصدر الاساسي يكون ان انت بتربي عجول من المزرعه بتاعتك، ده المصدر الاول. المصدر الثاني ان انت تجيب من المزارع، وده طبعا مصدر موثوق. المصدر الثالث ان انت تجيب من الاسواق، وده طبعا بيبقى بقى مش موثوق ولكن بيعتمد على خبرتك. وطبعا العامل المهم في النقطه ديتي ان انت ازاي تنقل العجول ديتي بامان، وان انت ما تخاطرش بالعجول دي، لان العجول دي طبعا بتبقى لسه العجول مناعتها منخفضه، فتحتاج شروط في النقل، زي ان انت مثلا ما تنقلش في وقت الامطار ولا وقت انخفاض درجات الحراره، وان المكان اللي هيتنقلوا فيه يكون مقفول، او العربيه تكون متغطيه، او ان انت تعمل حاجه تمنع التيارات الهوائيه عنهم عشان ما يبقاش في عندك مشاكل اللي هنتكلم عنها في نهايه الفيديو. طيب احنا نقلنا العجول او جبناها من مصدر كويس. تاني عامل من عوامل نجاح المشروع اللي هو عمليات لتجهيز المكان اللي هتستقبل فيه العجول. طبعا المكان هو مش محتاج تجهيزات كتير، ولكن المكان لازم يكون جاف، ولازم يكون نظيف، ولازم يكون فيه فرشه، والفرشه دي تكون ناشفه وتكون عميقه، يعني ما تقلش عن 5 ل 10 سم. كمان في بعض الناس ممكن توصل الفرشه كمان ل 20 و 30 سم من القش او من النشاره، ويفضل ان القش يكون متقطع عشان العجول ممكن ان هي تغذى على القش ده ويعمل مشاكل، هنتكلم عنها برده في نهايه الفيديو. طيب احنا خلاص فرشنا الفرشه والمكان كويس، لازم المكان يكون جيد التهويه، لازم يكون المكان ده بيدخل له اشعه الشمس عشان تطهره. طبعا الفرشه لازم تتغير يوميا، الاجزاء الرطبه منها تنشال وينضاف اجزاء ناشفه عشان ما تمنع حدوث اي مسبب مرضي في المكان. طيب خلاص احنا كده جبنا العجول وظبطنا المكان. في عندنا كمان؟ في عندنا تغذيه ورعايه العجول. طبعا تغذيه ورعايه العجول ده عامل مهم جدا، واهم حاجه ان انت العجول بتحصل على 10% او من 8 ل 10% من وزنها من اللبن، سواء بقى كان لبن طبيعي او ان كان بدائل الالبان. وطبعا احنا بنلجا لاستخدام بدائل الالبان لما يكون سعر اللبن عالي. وطبعا مواصفات اللبن البديل هنتكلم عنها دلوقتي ان شاء الله. اللبن البديل ده لازم يكون عندك مصدر البروتين الاساسي فيه يكون بروتين حيواني، خاصه في اول 8 اسابيع. يعني بيجي لنا مشاكل كتير جدا من الناس اللي شغاله في مشاريع تربيه العجول الرضيعه او اللباني، يقول لك ده انا بستخدم البديل والعجول عندها اسهال. لما نيجي نشوف مواصفات البديل نلاقي ان البديل نسبه البروتين النباتي فيه عاليه، وهنا طبعا البروتين النباتي يفضل ان هو ما يدخلش قبل 8 اسابيع من عمر العجل، لان طبعا هنا عمليه تحلل او عمليه تخمر البروتينات ديت وتحللها ما بتبقاش حاجه بالنسبه للعجول الصغيره في الاعمار الصغيره. فلازم هنا يكون عندي اقل حاجه 60% من البروتين المستخدم او مصدر البروتين يكون مصدره حيواني. كمان نسبه الدهون، لازم الدهون في البديل بتاع العجول لازم الدهون تكون 90% منها من دهون حيوانيه، وتكون دهون مجنسه ومستحلبه عشان يديني ذوبانيه ما تقلش عن 80 ل 90%. وطبعا البديل هنا لازم يكون العدد البكتيري فيه ما يزيدش عن 30,000 خليه بكتيريه في الجرام الواحد، وطبعا يكون خالي تماما من الاشيريشيا كولاي والسالمونيلا، لان طبعا مسببات مرضيه بتؤدي لنفوق العجول. طبعا الرطوبه بتاعته ما تزيدش عن 7%، مصدر البروتين او نسبه البروتين فيه ما تقلش عن 19 ل 20%. طبعا كل دي مواصفات في البديل اللي انت هتستخدمه في العجول بتاعتك. طيب انا جبت بديل كويس، هبدا اغذي العجول على 8 ل 10% من وزنها. ممكن في بعض الحالات العجول اللي هي عاليه او معدلات نموها عاليه، او العجول اللي هي متخصصه في انتاج اللحم، مع زياده الوقت او تقدم في العمر ممكن نوصل
بيوصل لغايه 15 و20% من وزن العجل، ده في حاله ان احنا بنعمل دفع غذائي للعجول. طيب انا هدخل للعجول ديتي تغذيه اضافيه؟ طبعا من الاسبوع الثاني. ده طبعا لو جبت العجول عمره اسبوع هتبدا على طول اول ما تدخل العجول عندك تبدا ان انت تدخل العلف البادئ بتاع العجول. وطبعا مواصفات العلف البادئ احنا اتكلمنا عنها في فيديوهات قبل كده، والمهم عندي ان البادئ يكون من مصادر البروتين بتاعته يكون مصادر بروتين مصادر جودتها عاليه وقيمتها الغذائيه عاليه، ويكون نسبه البروتين فيه ما تقلش عن 18 او 20%، وممكن يوصل معاك ل 21% كمان، وده يفضل طبعا. وطبعا بتبدا ان انت تقدم كميه قليله للعجول حوالي ربع كيلو في الاول، وتبدا بعد كده في كل وجبه تبدا المتبقي منه تشيله عشان ما يحصلش اي نمو فطري او عفن على علف المتبقي، وتبدا ان انت تزود الكميه مع زياده استهلاك العجول من اللبن، مع زياده استهلاك العجول من البادئ بتاعه. طيب احنا عايزين نعرف بقى ايه هي المشاكل اللي ممكن تواجه مربي العجول الرضيعه او اللباني. احنا عندنا من اشهر المشاكل اللي ممكن تقابل مربي العجول اللباني 3 امراض ممكن تصيب العجول اللباني. المرض الاول اللي هو الاسهال الابيض، وطبعا بيكون اسهال ابيض مستمر ما بيوقفش ويكون ريحته كريهه، وده غالبا بيبقى فيه عندنا اصابه فيروسيه وبعد كده بيتبعها اصابه ببكتيريا زي الاشيريشيا كولاي، وده طبعا غالبا بالعجول لما بيحصل الموضوع ده وحالتها تتدهور ممكن توصل لمرحله النفوق. وده طبعا بيحتاج ان انت تكون العجول ترضع عشان تتلافى الموضوع ده. لازم العجول تكون رضع السرسوب، تكون في المكان نظيف والادوات المستخدمه نظيفه، والعجول يكون واخده احتياجاتها كويسه من اللبن، ما تكونش بتاخد كميات اعلى او اقل. المرض الثاني اللي هو الاسهال العادي او النزله المعويه، وده الاشهر على الاطلاق بالنسبه للعجول الرضيعه. ده مفيش يعني عجل بيعدي منه، ولكن كل العجول بيجي لها المرض ده، ولكن هو علاجه بسيط والتغلب عليه بيبقى ابسط. يعني هو طبعا بيعتمد على ان انت لازم المكان يكون عندك نظيف، لازم يكون اللبن اللي العجل هيستخدمه يكون درجه حرارته مناسبه، ما يكونش اللبن بارد، لان اللبن البارد ده بيخلي العجل يبقى فيه عنده مرور سريع للبن في القناه الهضميه، وهنا يسبب اسهالات. كمان اللبن ما يكونش درجه حرارته عاليه، ما يكونش درجه حرارته منخفضه، العجل يكون واخد احتياجاته، المكان يكون نظيف، الاواني تكون نظيفه، لان دي كلها مسببات للاسهال المعدي او النزله المعويه. وده طبعا سهل ان انت تغلب عليه باتباع النظم الغذائيه. طيب لو انا حصل عندي المشكله دي او الاسهال ده او النزله المعويه ديتي، اول حاجه هتبدا ان انت توقف استهلاك اللبن وتبدا تغذي على محلول ملحي او محلول الجفاف العادي لمده 24 ساعه، وبعد كده تبدا تدخل اللبن تدريجيا لغايه ما العجول تظبط معاك. ممكن تستخدم مضادات حيويه في حاله ان العجول وصلت عندك لمرحله متقدمه من المرض، طبعا باستشاره الطبيب البيطري. المرض الثالث وده برضو من الامراض الشهيره قوي في العجول الرضيعه، وهو الالتهاب الرئوي. وده طبعا ممكن يجي للعجول الرضيعه، ممكن يجي للعجول المفطومه، وكمان للعجول الاكبر سنا، وممكن الحيوانات الكبيره. المرض ده طبعا بيعتمد على ان العجول بتتعرض لتيارات هوائيه، او ان هي بيجي لها برد او تاخد برد نتيجه لعمليات النقل او عمليات ان المكان يكون مفتوح. وطبعا العلاج طبعا بتاع الموضوع ده بيعتمد ان انت بتستشير طبيب بيطري يبدا يدي جرعات من العلاج مع تدفئه المكان، وممكن كمان ان انت بتغطي العجل او تلبس العجل رداء عشان تدفي العجل في الفتره ديت لغايه ما يعدي مرحله المرض. طيب احنا لما نوفر العوامل اللي احنا اتكلمنا فيها اللي هي عوامل نجاح المشروع، هنا ان شاء الله نقدر ان احنا نحقق منه هامش ربح عالي جدا، وممكن يصل معايا ل 50 ل 60%. طيب هنحققها ازاي؟ احنا طبعا عارفين ان العجول دي بتبقى اسعارها بتكون منخفضه، وطبعا مع انخفاض اسعار الالبان فممكن تستخدم لبن طبيعي، او ان انت تستخدم بدائل الالبان، فهنا التغذيه بتكون تكلفتها اقل، العجول بتكون معدلات نموها اعلى، فخلال 3 شهور بتكون عملت دوره راس المال او عملت الدوره بتاعتك وتخرج العجول بضعف او ضعفين سعرها في بدايه الدوره، وهنا تكون حققت هامش ربح 50 ل 60% من المشروع بتاع تربيه العجول الرضيعه. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا عشان نستمر ونقدر نجهز لك محتوى يفيدك، وما تنساش متابعتنا على صفحتنا على الفيسبوك واشتراك في قناتنا على اليوتيوب، وما تنساش ما تربيش وخلاص.